بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل لكم كحك جميل على البارد، بيدوب في البق ومش بيلزق في الحل. هنستعرض المقادير: كيلو سمنة باردة من التلاجة، و300 جرام زبدة باردة، 125 جرام سكر بودرة، 50 جرام سمسم محمص، 10 جرام خميرة، و20 جرام بيكنج باودر، 2 كيلو نص دقيق، 600 جرام حليب، معلقة كبيرة ريحة كحك. هنبدأ دمج المقادير مع بعضها. طبعا دي اهم مرحلة، اللي هي مرحلة ضرب الزبدة والسمنة والسكر البودرة مع بعض. طبعا هنضربهم كويس جدا لغاية ما يبقى كريمي وهش، والمرحلة دي مهمة جدا في الطريقة دي. بعد كده طبعا هنخلط الدقيق والبيكنج باودر وريحة الكحك مع بعض، وزي ما انتوا شايفين بقت هشة كده وطلعت معانا ما شاء الله اهو. هنبدأ بعد كده نهدي المكنة ونحط الدقيق، وبعد ما نحط الدقيق هنبدأ نحط اللبن. ده آخر مرحلة، ومش هنعجن كتير عشان ما تعملش مننا عرق. بعد كده هنقطع العجينة زي ما احنا عايزين، المقاس اللي احنا محتاجينه، ونحشيها وننقشها ونحطها في الصاجات زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنقدمها نخبزها في الفرن على حرارة 190 درجة لمدة 20 دقيقة. طبعا بعد ما تخمر لمدة 20 دقيقة او نص ساعة. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله هي كده استوت، وطلعناها من الفرن، وهنبدأ نعمل تيست على واحدة منهم. هنقول بسم الله، نفتح الكحكة. ما شاء الله مستوية من بره ومن جوه، ما شاء الله، وهشة وجميلة وحاجة زي الفل. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة عليكم. لا تنسونا من الدعاء. جزاكم الله خير.